منذ ما يقرب من أسبوعين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ما زال يتلقى العلاج من كوفيد-19 المستجد في إحدى المستشفيات الألمانية المتخصصة. إشاعات انتشرت بصورة واسعة عن إصابة تبون بغيبوبة. استخدم في تلك الإشاعات غلاف لمجلة فرانكفورتر الألمانية اتضح لاحقا أنه مفبرك. على إثر تلك الإشاعات اضطر الرئيس الجزائري إلى إرسال رسالة لشعبه أعرب فيها عن بالغ شكره للشعب لاهتمامه بحالته الصحية والتفافه الكبير حول الرئيس، مطمنا إياهم بأن وضعه الصحي في تحسن. لكن الرسالة لم تقضي على الشائعات، فلم تكن رسالة متلفزة بل مكتوبة، مما أبقى القلق على صحة الرئيس. علاج تبون في ألمانيا بدلا من فرنسا اعتبره البعض في سخرية مريرة اعتادت عليها الشعوب العربية. اعتبروه هو التغيير الوحيد الذي حدث بين عصري تبون وأبو تفليقة. أبو تفليقة كان بيتعالج في فرنسا. آخرون في الجزائر قارنوا بين تبون ورئيس الوزراء الإنجليزي والذي أصيب بكورونا جونسون. أصيب بكورونا منذ شهور وثارت عليه عاصفة شعواء لأنه نقل إلى المستشفى فورا، مستشفى إنجليزي. لكن الشعب ارتأى حينها أنها تفرقة لا تليق، فالمواطنون الإنجليز لا ينقلون إلى المستشفى فور إصابتهم بالوباء، بل يجب أن يصل المريض لمرحلة متقدمة حتى يسمح له بأن يحجز مكانا في مستشفى إنجليزي. قد يكون هناك من هو أشد احتياجا لهذا المكان منه. لكن ما أثار غضب قطاعات لا يستهان بها من الجزائريين كان شيئا آخر. الرئيس الجزائري كان في لقاء صحفي منذ 5 شهور في يونيو الماضي تحديدا، تطرق الحديث حينها عن المنظومة الصحية في الجزائر، وهكذا رد تبون حينها: أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره. أنا قلت بكل الثقة نحن أفضل منظومة صحية مغاربية بل وإفريقية. هذا كان يجب أن يكون فعلا بما تملكه الجزائر الغالية من ثروات وهبها المولى للجزائر، ثروات ينوء بحملها أولو القوة والبأس من الرجال. ما شاء الله، ثروات تتيح للجزائر أن تكون الأفضل ليس صحيا فقط بل تعليميا وتكنولوجيا وغذائيا. لكن للأسف أنا وإنت والشعب والرئيس ذاته يعلمون أن هذا غير صحيح على الإطلاق. أول ما أصاب طائر المرض الرئيس الجزائري طار إلى ألمانيا شفاه الله وعافاه. لم يثق في تلك المنظومة الصحية الأفضل إفريقيا، لم يستأمنها على حياته. هنا يكون الاختبار الحقيقي، والنجاح أو الرسوب يكون فوريا طبقا لوجهة علاج فخامة الرئيس. فكرني ده ب 2010 كان مبارك يعالج في ألمانيا أيضا، ويا للمصادفة. فتحدثت الصحافة الألمانية حينها عن مريض ألماني كان يعالج في نفس المستشفى اللي بيعالج فيها الزعيم المصري. شعر المريض بحركة غريبة، قلق، أمن، تحركات على غير المعتاد، فتساءل ماذا يحدث؟ فقال له أحد أفراد طاقم التمريض أن رئيسا عربيا يعالج في المستشفى في غرفة قريبة منك. وأضاف الممرض إنه مبارك حاكم مصر 30 عاما. فلم يتردد المريض الألماني وقال إنه حاكم فاسد. فسألوا الممرض كيف حكمت؟ هل قرأت عنه؟ هل تعلمه؟ قال المريض أبدا، لكن من يحكم كل هذا الزمن ولا يبني في بلاده مستشفى واحد يأمن فيه على نفسه في العلاج فهو حاكم فاسد. الفارق أن تبون لم يحكم مثل مبارك 30 عاما. كل ذنبه هنا أنه وصف ورثه العتيق بأنه كان ورثا رائعا. فيتساءل الشعب من كان يحمي تبون بقوله هذا؟ أعاده الله سالما. الله غالب.